نحن واثقون بنصر الله، والذي يدور اليوم في غزة يؤلمنا. ده يا جماعة واحد اسمه إبراهيم بربخ أو حاجة زي كده، والله ما أعرف ايه جنسيته، ولا هو كان من غزة أو كان منين. أنا كل اللي أنا أعرفه بتابع إبراهيم بربخ دوت من أول فيديو نزل فيه غزة، وقعد يجيب ملابس وقعد يجيب أكل وشرب وخيم لأهل غزة. فالراجل دوت يا جماعة يشكر يشكر يشكر. وأنا واحدة مصرية، أنا مش من غزة، أنا مصرية، بس والله العظيم احنا قلوبنا مع غزة. وان شاء الله ان شاء الله على دخول السنة الجديدة ربنا هيكرم غزة ويجعلها منصورة بعون الله، نصر قوية، لان غزة هتبقى لغاية يوم الدين اسمها فلسطين، والقدس هيبقى لغاية يوم الدين، ودي حاجة مذكورة في القرآن. فاحنا بأمر الله يعني اللي يستاهل الدعم يا جماعة، ويستاهل ان انت تطلع صدقة جارية هي اهل غزة. والله العظيم اللي عاوز يطلع صدقة جارية يا جماعة، واحنا في شهور مفترجة، يطلعها لأهل غزة. أهل غزة محتاجة كل جنيه. أهل غزة اللي مش لاقيين حاجة تداريهم من البرد، برد الشتاء، مش لاقيين حاجة يأكلوها لعيالهم، يعني قاعدين جعانين، قاعدين عرايا، قاعدين في وسط المية وفي وسط النطرة. فيا رب يرحمهم برحمته من عنده بحاجة النبي يا رب، ويجعل ليهم من يدعمهم بالصدقات زي الأستاذ إبراهيم بربخ، وربنا يجازيه خير يا رب، ويقدروا على كل طيب لأهل غزة.